طيب اجدد بقى الرسومات ايه اليومين دول؟ وانا حاليا طلب مني، انا كنت يعني الشغل دوت كنت بعمله دايما في ديكور ستيل. مؤخرا طلب مني ان اعمل حاجه في حاجه لايت مودرن. كنت لسه اقول لك مودرن، احنا شفناه كلاسيك. كلاسيك كله هو الشغل اغلبه كلاسيك تمام، بس هو فعلا مؤخرا طلب مني حاجات لايت مودرن، فطلب مني ديزاين بسيط بالوان قليله جدا، يعني مثلا 3 الوان مثلا، بديزاين سيمبل جدا ويكون معبر او مدي حاله، زي مثلا هديكم مثال مثلا 3 الوان، الابيض والاسود والموف. الابيض ممكن اخده مساحه سما، والاسود ده ممكن ادخله مع الابيض واعمل بحيره صغيره في اسفل اللوحه، واللون البلو ده ممكن اكون منه طائر بيتحرك في المساحه البيضاء. تمام، فده بيديني نوع من التشكيل الفني. فانت عملت منظر يعني كانه طبيعي بالوان بسيطه جدا طب في مثل تاني ممكن تقول لنا عليه؟ ان انا مش متخيله المودرن بصراحه، يعني المودرن صعب قوي، الكلاسيك فيه تفاصيل وفي حاجات يعني طالعه منه. في ممكن احيانا، بس ممكن استخدم فكره السيلويت اللي هي ايه، اللي هي لون واحد، حائط مثلا لونه اورنج، بقوم جايب مثلا رسم ديزاين شجره مبسطه تماما، ما فيهوش تفاصيل، بحط فيه درجه لون واحده مختلفه طبعا عن الارضيه. ممكن احط جنب الشجره دي عصفور صغير واقف على فرع مثلا، واحط دايره كبيره لونها ابيض على المساحه الاورنج دي او على الحائط ده. حتى الالوان مودرن بيديني فكره الفيو، بيديني فكره ان احساس بالهواء بالحركه. طب باشمهندس، العوائق ايه الحاجات اللي ما ينفعش ارسم فيها ترامبل اويل؟ حيطه بايظه، حيطه ورا مثلا. هو فعليا يعني لا، هو الترامبل اويل ممكن يحل اي مشكله موجوده في البيت. اذا كانت حائط متكسر بشكل ما او في تفاصيل صعبه شويه، تمام، بس في يعني الحيطه مثلا لازم تبقى مستويه، ولا الحيطه لو فيها حاجات زي ما لو هتعمل مطبله او فيها مثلا مشاكل تعريجات، لو هترسم بينتنج او رسم، محتاج الارضيه طبعا تبقى مستويه يعني. طيب بالنسبه للسعر، غالي ولا مش غالي، ولا اسعاره محدده ولا على حسب؟ ده انا هقول لحضرتك على حاجه جميله، ان الارت بيقدر على قيمته الفنيه. تمام، بس في لوحات يعني كل ما كانت فنيا عاليه والتكنيك فيها حلو والمجهود فيها باين، فده بيزود سعرها. ده اللي يفهمه المهندس اللي رسم او الرسام اللي رسم، لكن الشخص اللي بيترسم له جميله اللوحه، بس انا شايف ان دي تساوي 3 قروش. وانت الشخص العادي ما بيعرفش تفاصيل الارت قوي او تفاصيل الديزاين الصحيح يعني، بس بيوصل له صوره جميله جدا ان شايف حاجه فعليا عبقريه، بس مش عارف ليه. تمام، فعلى اساس ده هو بيقدر يدفع. انتوا بتتفقوا ولا بنتفق طبعا قبليها، ان هو بيبقى شاف شغل مسبق للارت او لشغل الفنان دوت، وعلى الاساس ده بيتفق معاه ان هو يعمل له شغل مماثل او ينفذ له افكاره اللي بيحلم بيها في المكان الخاص بيه. حلو قوي، بشكرك جدا. نورتنا وشرفتنا وميرسي جدا. صباحك سكر زي ده. صباحك زي الفل. مشاهدي او تي في، استنونا بعد الفاصل، هنرجع لكم على طول، ما حدش يتحرك من مكانه.